تشرف بيه؟ اسمي نبيل شحت رمضان، من السباع مركز بنها القليوبيه. مشرف على اعمال الحاج عبد المرضي. النهارده من خلال مشاركتك لمشروع تزيين الطرق القائم عليه الحاج عبد المرضي، تحب توجه رساله للشباب تقول لهم ايه؟ قال لهم والله الحاج عبد المرضي واخد المشروع دوت لحسابه، ودلوقتي هو اول ما اتصل بيا قال لي انا عايز اشوف شباب من البلد الاول يكونوا مثلا عايزين يشتغلوا كده عشان اللي هم ياكلوا عيش في المشروع اللي انا عامله ده. تزيين طرق، وهيبدا بزراعه اشجار برضو، جوافه وغيرها، عشان اي حد مثلا محتاج ماشي هو يبقى شجر مثمر، اي حد يبقى ماشي محتاج ياكل من الشجر ده. بما ان الحاج عبد المرضي ملم بهذا الموضوع في مشروع تزيين الطرق، ايه العائد عليه من هذا الموضوع؟ والله ولا حاجه، هو بيتكلم بس في الشباب اللي هي قاعدين من غير شغل، الشاب المحتاج اللي هو عايز يشتغل، ده بخلاف اصلا اعمال خيريه هو بيعملها في البلد كتير عندنا في ميت السباع. اهلا بيه. من كفر براش. محافظه ايه؟ محافظة الشرقية مشتول السوق. اهلا بيك. اهلا وسهلا. موجود النهارده ليه؟ عشان الحاج عبد المرضي اشتغلنا معاه 6 سنين ادب واحترام وذوق وشغالين، وبقالي دلوقتي 20 سنة في الوحدة شغالين شغالين في ايه؟ في شركة الزبالة. انتوا النهارده بتعملوا مشروع تزيين الطرق؟ يا باشا. مين اللي قائم على المشروع؟ الاستاذ عبد المرضي. مبسوطين معاه؟ مبسوطين. كويس معاه؟ كويسين. بيعملكوا كويس؟ كويس، وراجل محترم وذوق. تحب تقول له حاجه؟ اسلم عليه ماشي. لا، حاج عبده كبرنا. تحب تقول له حاجه من خلال اسره برنامج جوه الحدث؟ نقول اللي احنا عايزينه. طب تقول له ايه؟ راجل اشكره. راجل مظبوط وراجل محترم وراجل بيبعت حقنا لحد البيت، واشتغلنا معاه 6 سنين ما زعلش واحد مننا. اهلا بيه. اهلا وسهلا. ايه دور حضرتك النهارده؟ دور حضرتي اللي انا واقف مع الحاج عبد المرضي بسنده في المشاريع الحلوه واعمال الخير اللي هو بيعملها، وراجل متواضع وبتاع ربنا. شوفناكم النهارده وانتوا بتشاركوا في مشروع تزيين الطرق. تمام. تحب توجه رساله للشباب تقول لهم ايه؟ في شغل وفي عمل، والشاب ما يقعدش طول الليل على النت وقدام الشاشه بتاع الكمبيوتر وبتاع، لازم ينزل يشتغل، والشغل كتير والله، والراجل ده فاتح مجال كتير للشغل الناس، وبيفتح مصالح وبيعمل اعمال خيريه، وراجل محترم جدا جدا جدا. ايه دور الحاج عبد المرضي النهارده في هذا اليوم؟ الحاج عبد المرضي دلوقتي جامع الشباب علشان هيجمل المدينه، مدينه الشرقيه مشتول السوق بالظبط، وبيجملها وبيعمل اعمال خيريه فيها كتير، وربنا يعينه عليهم يعني. تشرف بيه. محمد سيد جمعة. اهلا بيه. اهلا. ايه دورك النهارده؟ شغال مع الزبالة هنا في البلد، وشغال في المناطق هنا كلها بالعربية الكارو، والحاج عبد المرضي 100 في الشغل معانا، بقاله كام سنة هنا ماسكها. مشروع تزيين الطرق النهارده مين اللي قائم عليه؟ الحاج عبد المرضي. حاج عبد المرضي؟ مبسوطين بالشغل معاه؟ تحب تقول له حاجه؟ اتمنى يتواصل معانا على طول. ايه دورك النهارده يا حاج في وجودك في المكان؟ عشان ما دريت ان الحاج عبد المرضي جه يستلم الشغل جاي تاجري. الحاج عبد المرضي النهارده قائم على مشروع تزيين الطرق فعلا؟ النهارده تحديدا في كفر براش بمحافظة الشرقية سجلنا في أكتر من محافظة الفترة الماضية، من المنوفية للقليوبية، والنهاردة تحديدا في محافظة الشرقية. بنشوف آخر تطورات قامت بها جمعية الشروق للنظافة تحت رعاية الحاج عبد المرضي ناصف. أيضا النهاردة بدأ يفتح فرع جديد في محافظة الشرقية في ضيافة المحترم جدا الأستاذ محمد عبد المنعم، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بكفر براش. أهلا بك يا حاج عبد المرضي. يا مرحبا يا زبندور. اهلا بك يا استاذ محمد. مرحبا استاذنا الفاضل. احنا تجولنا معاك في محافظه المنوفيه وايضا في القليوبيه،
شفنا نشاط جمعية او الشروق للنظافة، مسارها ايه وشغالة ازاي والموضوع بتاعها في النهاية بيقوم بتجميل مناطق كتير في جميع المحافظات. النهاردة حضرتك قلت ان انا فتحت فرع جديد في الشرقية، فكان لازم نيجي نشارككم فرحة الافتتاح بالفرع الجديد. طبعا الراعي الرسمي للفرع الجديد هنا في المحافظة الأستاذ محمد عبد المنعم، احكي لي الموضوع جه ازاي وبداية الفرع ايه والناس اتعاونت معاك ازاي، وهل فيها عقبات على مستوى المحافظة من أي مسؤول ولا الأمور دايرة؟ أسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذ ممدوح، أنت الأول شرفتنا هنا في مدينة، مش هنقول مدينة كفر بلاش لأني قرية بحترمها جدا، وفي ملحوظة أنت قلتها بتقول إن أنا فرع جديد. لا مش فرع جديد، ده هو يعتبر أول فرع فتحته في الشرقية. يعني أول يعني المعلومة بتاعتنا النهاردة إن دي أول مرة يفتح الفرع. لا ده مفتوح بقاله فترة. لا ده من 2003. طب كنا منقطعين ليه؟ والله كان حصل ظروف، احنا اشتغلت في الجمعية وبعدين دي جمعية معروفة جدا شجعتني وهي ادتني دفعة لقدام وانا شباب على فكرة. من 2003 لحد النهارده 20 سنة تقريبا، كنت لسه برضه يعني عندي جهد شوية عن كده دلوقتي. تمام. هم طلبوني اشتغل هنا عشان امسك مشروع عندهم، وكنت مرحوم كان معايا حوالي 7 8 قرى يمتنا هناك، فحد قال لهم في شركه كويسه وبتاع لسه بادئه جديده وشغال كويس وشاب ناصر وبتاع حاجه زي كده يعني. فطلبوني بالتليفون، جيت لهم لحد هنا قعدت معاهم، لقيتهم ان المجموعه اللي قاعده هتعامل معاها حاجه كويسه جدا. يمكن كان اول مره اقعد في مع مجلس اداره يديني الدفعه ان انا اشتغل معاهم وانا مغمض. تمام. كلهم رجاله، كانوا رجاله محترمين بصراحه في الوقت ده ولحد الان يعني. تمام. مش حد وحش فيها لحد دلوقتي. فاحنا اشتغلنا من 2003 لحد 2012 اللي هو ساعه الثوره بدات 2011. طبعا خبطنا سنه شويه، جه حكم الاخوان طبعا مسكوا، قال لك هنمسك المشروع على مستوى الجمهوريه، مشروع النظافه على مستوى الجمهوريه. طبعا ما ليش معاهم كلام، طب اشتغل معانا مدير ودير المشروع بتاع. قلت لهم انا لكم عندي 3 شهور مجانا. تمام. وعرفوا المشروع وبعد كده انتوا غير طريقكم وغير طريقي. تمام. وحصل اللي حصل، نفس الكلام نفذته معاهم فعلا وسبتهم. من 2013 لحد النهارده سايب البلد هنا. 10 سنين. سايب البلد هنا. فجيت 10 سنين. من 13 ل 23. تمام. 10 سنين النهارده سايبه ان شاء الله، بس ايه مش سايبه لا. المشروع سايبه في تواصل، ولكن الجمعيه روحي فيها وهم روحهم فيها. بدليل ان هم جم عندي البلد حوالي عن طريق حضرتك برضو لو شفت القصه. طلبوني اللي اعمل هنا تاني لاني مش عارف فعلا ما فيش شركه منتظمه او واحد عنده خلفيه يدور مشروع او حافظ. تمام. المشروع عايز ممدوح مشروع النظافه ده مش سهل. يعني في واحد يبقى قاعد يقول لك كفر بلاش ديت فيها مثلا 20,000 شقه، اللي هو عنده جهل بالمشروع. يقول لك ده بيديهم 20 جنيه في الشقه، 20,000 شقه ده بيحسبوا لها ملايين. وهي للاسف عكس خالص. يعني في بيت 3 4 شويه اخوات والاب معاهم، لو دفعوا 2 بيبقى حاجه حلوه قوي. ايوه. وتيجي عليهم برضه ده بيت. هنا البلد لو جمعت من 2000 ل 2000 ونص من ال 20,000 الاخ اللي هو داخل او بيتكلم عن المشروع، لو لمينا 2000 ونص مشترك بلد جميله ناجحه، يعتبر ناجحه. يعتبر 2000 ونص مشترك هنا في القريه ديت ناجحه. تمام. مكسبها بسيط، ولكن اللي بيخش يعمل شركه نظافه بيخش بغشم، بيخش على انه هنا في 20,000 شقه. تمام. لان حصل الحوارات معانا كتير في كذا قريه وانا هحكيها برضه دلوقتي يعني. تمام. فاللي بيجي طمعان ان انا هحصل 200 300 الف جنيه في البلد، ولكن لما يجي يلاقي 30 40 الف جنيه بيبقى في عماله، في جرات، في سرر، في سواقين، في يعني هم كبير. تمام. بتيجي تلاقي في الاخر الله اعلم باللي طلع لك، يا اما لميت نفسك وده يبقى نجاح. لو انت لميت نفسك في المشروع ده وطلع لك مرتب زي عامل شغال في المشروع او مشرف شغال في المشروع، بيبقى نجاح لان المشروع قائم وناجح. تمام. مفيش مشاكل. انما لو في زن
بيفشل مشروع بدليل قريه اسمها مش هنقول الاسم عشان ما حدش يزعل. قريه جميله وفيها برضو ناس متقدمه كتير، فيها ضباط جيش يعني تقريبا تلتها ضباط جيش، بلد متقدمه، قريه حلوه. برضو طلبوني اروح اشتغل فيها. كنت انا شغال في قريه جنبيها ونجحنا المشروع تمام، فشاء كل رئيس وحده في الوقت ده كان بيشوف حاجه زي كده، حاجه جديده، ايه شركه نظافه. طلبوني اشتغل معاهم، برضو اديتهم ميعاد شهرين على سبيل بنظم نفسي في المكان عشان ما انزلش اطب من البراء، ما اجيش اشتغل وخلاص. تمام. لازم انظم عملي كويس عشان انجح. يا دوبك اشتغلت شهرين 3 نجحت المشروع. احنا بدانا ب 600 اسم، اقسم بالله كنا بندفع من جيوبنا. ما انت بتيجي تعمل بيت او شقه تقعد فيها، ما بتجيبش قرشين وتحطهم وتقول انا هقعد الصبح في الشقه. تبقى حضرتك خليك معايا يا زمندوع. ما بتجيبش قرشين وتيجي تحطهم في الشقه وتقول انا هقعد الصبح. ده احنا بنعمل ايه؟ هاتش مش وقت يا بيه، مش وقت. ماشي هات كوبايه حطها لك عشان تبلع اللي في النص ده. ماشي. طب اشرب يا بيه. ماشي. خدت بقى حضرتك؟ اما يبدا بقى كمل يا ريس. المهم اللي بيجي يعمل مشروع يحط في دماغه ان انا هكسب فيه، حاسبها غلط. تخش الاول وشوف القصه ايه واشتغل وتابع، ولازم يكون معاك جزء مبلغ مركون تسد خسرت كسبت بتاعتك انت، يوقفك على رجلك. اما العامل اللي هو شغال عندك او المشرف اللي هو بيقوم من بيته الساعه 6 عشان يجي لك عشان يشتغل ويشيل زباله. يعني انا بحيي اي عامل نظافه وبشيله على راسي من فوق. اي عامل نظافه على مستوى الجمهوريه بديله التحيه وبشيله على كتافي، لاني يعني اقل شغلانه في المهنه، اقل مهنه يعني مش عايز اتكلم فيها. طب هنقطعك بس الاول ونتكلم مع الاستاذ محمد عبد المنعم. النهارده ايه يعني صله التواصل مع الحاج عبد المرضي النهارده؟ تقول لي الموضوع ده كان قائم من اكتر من 10 سنين فاتوا. نعم. حصل انقطاع، النهارده الموضوع بدأ يستأنف مرة أخرى. إيه الموضوع وإيه اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بك الأول وبرحب بالزملاء كلهم. اتفضل. طبعا المشروع بدأ مع الأخ عبد المرضي من 2003. كان تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمود ربيع، وطبعا الأستاذ محمود طبعا بيعتبر شعلة نشاط في كفر براش. تمام. في مشاريعها كلها، ويحب أي راجل يجي البلد ويعمل أي مشروع ناجح. تمام. فطبعا لما اتعرف على الأخ عبد المرضي كان من الناس المحترمة جدا جدا، من الناس اللي حافظت على البلد، حافظت على المشروع. تمام. اشتغل تمام التمام من 2003 لحد ما قدر الله وقامت الثوره وجاء عصر الاخوان. طبعا الاخوان طبعا عندنا يعني زي ما تقول عكس، واحنا سكه وهم سكه. تمام. فطبعا ضغطوا على الراجل وقعد من ساعتها لحد دلوقتي. تمام. فاحنا طبعا قعدنا مع بعض بندرس كذا مشروع قبل كده. فطبعا الاستاذ محمود طبعا رجع تاني قال طب ما كان عبد المرضي معانا وكان ماشي كويس والبلد طبعا على ايده قامت قومه حلوه، والراجل ما بيتمنعش معانا في اي حاجه. تمام. بنطلبه في اي وقت سواء بمشروع من غير مشروع، بنلاقيه موجود قدامنا ومعانا على طول. تمام. يعني يعتبر ابن البلد. فطبعا اتواصل مع الاستاذ محمود ربيع رئيس مجلس الاداره، ورحنا له البلد وقعدنا معاه قعده ود وقعده صفا وتمام التمام، وبندعي له بقى بالتوفيق وربنا يكرمه ويرجع تاني ويرجع نشاطه تاني والبلد تقوم على ايده تاني. يعني الفكره قامت مره اخرى بناء أيوة. عن ايه؟ بناء على ان الراجل ده شغال وراجل محترم. شغال. راجل محترم وبيسون العمال اللي معاه. حاج عبد المرضي، ايه العقبات اللي ممكن تكون قابلتك النهارده في محافظه الشرقيه عامه يعني؟ في عقبات قابلتك؟ انا الاول يا زبندوح ده يعني مش انا بسال سؤال، في عقبات قابلتك؟ ده لا قابلني عقبات. زي عقبات يعني زي في عقبه قابلتني خسرتني حوالي 700,000 جنيه في الشرقيه؟ زي في سكرتير عام محافظ كلمني بالتليفون. يا حاج عبد المرضي احنا عايزينك تشرب معانا في قهوه في يوم من الايام. الكلام ده مش دلوقتي، ده بقاله فتره يعني. فرحت له اديته ميعاد برضه ورحت له بعدها بيومين وقعدت معاه قال لي عايزين نعمل كذا كذا وتدخل لنا فلوس. المحافظه ما فيش فلوس، عايزين فلوس. فكرت له في مشروع. اول حاجه كنت بفكر فيها الاسواق كانت الوحدات المحليه بتلمها او مجري احد موظف
اللي هو بتاع الارض بينزل يلم السوق يلم منه 200 300 جنيه 500 جنيه 200 مع عمره ما كمل 500 جنيه. وسالت وعرفت ان بتلم في السوق دي. فانا دخلت الرئيس من الرئاسه وقلت له ما تعمل ادي السوق دي للشركات، هيدخل لك بدل ما يدخل لك 500 يدخل لك 5000 جنيه 7000 جنيه وفي المزيد. هنا اتحاربت، بدات المحاربه. طيب دخلت المجلس مدينه برضو، اقسم بالله العلي العظيم ان في يوم من الايام رئيس المدينه ديت، المدينه اللي هتكلم عليه ديت، النائب بتاعه طلبني الساعه 3:15 في يوم من الايام. امرني قال لي يا عمور عايزين نشرب معاك فنجان قهوه يا ريس. رحت له مكتبه مركز، قعدت معاه قال لي في مشكله عندنا. كان في فعلا الوقت ده كان المحافظ اسمه الدكتور رضا عبد السلام، كان محافظين شغالين برضه زي السيد المحافظ اللي شغال حاليا دلوقتي ممدوح بيه غراب. تمام. لا راجل شغال برضه ما بينامش والله ممدوح، ما بجاملش، انت عارف ما بجاملش. تمام. لا شغال. ومعانا راجل ماسك مجلس المدينه حاليا الاستاذ محمد محمود، ده شغل 12 دوره جاي ده. شغل 12 لا دوره جاي. وده على فكره على فكره يا استاذ محمد اقسم بالله العلي العظيم انتوا بالكم قد ايه قايلين لي تعالى هنا تقريبا كم شهر ولا شهر، دخلنا دخلنا في ثالث شهر او رابع شهر. فانا لازم اعمل جلسه لشغلي الاول. نعم. قبل ما اخش بقيت احسس الاول لاني انا اتدمرت بسبب رئيس مجلس مدينه وبسبب رئيس سكرتير عام محافظ. دمروني صح. لان كان خطتهم شيء وانا خطتي شيء تاني. انا ما بحبش ادي جنيه لحد. بكسب من مدينه، المكسب اللي بيقول عليا اقبض عمالي انام مستريح الاول. اهم حاجه العامل ياخد اجره، دي اهم رقم واحد قبل انا. نعم. باخد اللي يرضى ضميري برضو، امشي نفسي بيتي، الباقي بنعمل ايه يا استاذ ممدوح بقى؟ نعم. انا بفرح قوي اما اجي اجمع رصيف او مدخل مدينه، ده حياتي، لاني انا بكسب من المكان ده لازم اصرف عليه، نخدم عليه، مش اكسب واحط في جيبي وخلاص. لا انا النهارده جيت عملت جلسه للموضوع هنا اختبار، قلت اوصل لرئيس المدينه الاول. اما دخلت رئيس المدينه لقيته حد تاني خالص. امانه ربنا اقسم بالله العلي العظيم لقيت راجل دوله قاعد معاه. مجرد موضوع عايز اعمل كذا قال لي احنا في ظهرك. طبعا اتفقت معاه ان احنا هنزرع شجر مثمر بقى، سيبك من الفيكس، زيتون جوافه استفندي بصر. ده الجوانب الطرق كلها هتزرع الطريقه هتزرع بالطريقه دي. ليه؟ النهارده لما نزرع الشجر ده ولو ربنا ريحنا بكره من الدنيا كلنا رايحين يعني، اللي هياخد ثمره من الشجره دي يحطها في بقه دي ليك عليها اجر. ليه اجر. فانا عرضت الفكره على الريس لقيته مرحب واقف في ظهرنا وقال لي انا معاك قلبا وقالبا، اي حاجه تعملها طالما انت هدفك خدمه المركز احنا تحت امرك، وانا قدام ربنا شهاده ان انا هدفي خدمه المركز. وبكره هنظهر الحقيقه لان انا جيت هنا كفر بلاش لاخواتي يا باشا. انت اللي انا عشرتهم، نورت كفر بلاش، عشرتهم اكتر مع عشيرتي اهلي انا. لان انا ليه تحديدا كفر بلاش؟ يا استاذ ممدوح انت النهارده بتبقى ماسك مشروع وبتلاقي رجاله في ظهرك مسانداك وتطلبهم بالتليفون بتلاقيهم قدامك عشان مشكله عندك، دي حاجه حلوه، دي تشجعك ان تعمل اي حاجه. تمام. فهنا الجمعيه دي بصراحه يعني انا بقول رقم واحد، انا اتعاملت مع جماعات كتير. يعني كنت بتعامل مع جماعات كتير، دي رقم واحد على مستوى الجمهوريه اشتغلت فيها. دور الجمعيه النهارده ايه؟ خلاف التواصل مع الشروق للنظافه. دور الجمعيه النشاطات بتاعتها يا استاذ محمد، النشاط بتاعنا معانا كمؤسسه كبيره في البلد. معانا ملعب نادي الطفل، معانا نادي الثقافي، معانا قاعه افراح، معانا ملعب برضه النادي الطفل متنجل نجيل طبيعي. تمام. طبعا تحت قياده الاستاذ محمود ربيع رئيس مجلس الاداره. تمام. نما الجمعيه في كذا مشروع، معانا مشروع القروض الدواره، معانا مشروع قروض المراه الريفيه، معانا المركز الطبي بتاع الجمعيه على اعلى مستوى مفتوح، كشف 5 جنيه بياخد علاج وكشف وكل حاجه من الالف للياء. معانا دار مناسبات في الجمعيه للبلد بتخدم اهل البلد. معانا كذا مشروع في الجمعيه الحمد لله. يعني نقدر نقول المشروع طرح على الساحه من خلال الجمعيه ولا المحافظه اللي فرضته عليكم؟ من خلال الجمعيه. من خلال الجمعيه. يعني الجمعيه هي اللي عملت تدور على الصالح العام للمواطن في كفر بلاش. ده حقيقه. ده حقيقه. ولذلك تحديدا النهارده نعم. الشروق
بتتعامل في الكفر بس. نعم. لا على مستوى المركز. هو بقى عايز الاستاذ عبد المرضي بقى يخش على مستوى المركز مع الرئيس، بس باسم الجمعيه برضه. الرئيس وعد يديله المركز. انا عايز اتكلم ان بدايه انطلاقه كانت من جمعيه تنميه المجتمع بكفر بريش. بدا يتدخل في الموضوع رئيس المدينه مثلا. نعم. واكتر من مسؤول اخر علشان يعمم على مستوى المركز. تمام. وليس على مستوى المحافظه، مش كده ولا ايه؟ لا، المركز. اتفضل كمل. طبعا الجمعيه طبعا فيها اعضاء مجلس اداره. النشاط فعلا الاستاذ محمود ربيع رئيس مجلس الاداره، الاستاذ رضا عمير امين الصندوق، الاستاذ عمر عبد الصادق نائب الرئيس، الاستاذ محمود الصاروخه، الاستاذ مجدي ابو العزم، المرحوم كمال ابو شهبه رحمه الله عليه، كان راجل شعله نشاط في الجمعيه، يجري في اي حاجه للخير في الجمعيه. فالحمد لله الجمعيه قايمه لمصالح اهل البلد يعني والبلاد اللي حوالينا والعزب اللي حوالينا. طيب انا النهارده هنقدر نقول ان الجمعيه النهارده نعم بتحاول بتبحث عن اي مشروع نافع ومنتج ونخش فيه وتتواصل فيه. نعم. نعم. خلاف جمعيات اخرى قاعدين على شويه ارصده وخلاص. أيوة. مش كده؟ يعني يقدروا يقولوا في ناس قايمين على العمل النهارده الحمد لله بتفكر ازاي تاخد خطوه لقدام. صح. الفكره جت ازاي بقى في التواصل مع الشروق للنظافه برعايه الحاج عبد المرضي؟ هي الفكره قايمه معانا من 2003. طب ايه حاليا بقى لما الموضوع لما توقف بقى دلوقتي وجت طبعا الصندوق الاجتماعي للتنميه دخل فيه وجاب اغلب العمال اللي كانوا شغالين مع الحاج عبد المرضي، وبدات تبقى في مشاكل بين الوحده وبين الصندوق. تمام. في الشغل طبعا انت عايز تاخد يمه في البلد وده عايز ياخد يمه في البلد. فطبعا الجمعيه اقترحت قالت طب واحنا نقسم البلد ليه؟ احنا طول عمرنا موحدين البلد. تمام. البلد واحد. فطبعا اللي كان ماسك البلد وكان قائم فيها وشغال فيها وشغله نشاط فيها كان الحاج عبد المرضي. فبدا رئيس مجلس الاداره الاستاذ محمود ربيع يتصل بيه وتواصل ورحنا له وقعدنا معاه في بيته. والحمد لله الراجل اوفى مع الاستاذ رئيس مجلس مدينه مشتول، راجل بسم الله ما شاء الله شعلة نشاط، يحب اي مشروع يتعمل في مركز مشتول يقف جنبه، راجل نشيط، يقول انا عايز اساعد بصرف النظر عن اي حاجه. يعني هو يعتبر سالل لكم اي ومعانا دلوقتي رئيس وحده محليه دلوقتي جاي الاستاذ محمد خير عالم الدين. قال انا تحت امر الراجل في اي حاجه يطلب. تمام. يعني مش حد منع معاه في القيادات الشعبيه ولا التنفيذيه. يعني السيد رئيس المركز والمدينه اوصى السيد رئيس الوحده تمام بان دعم للمنظومه الجميله. تمام يا باشا. الحاج عبد المرضي النهارده الناس استدعت الشروق للنظافه عشان تفعل المشروع بتاعها في المركز هنا، وتحديدا النهارده موجودين بكفر ابراش. ايه العقبات اللي ممكن تكون يعني مرحله قلق بالنسبه لك الان لدي ما تمش توقع معك حاجه معينه؟ وبصراحه انا زبندوح طول ما الجمعيه معايا استاذ محمود ربيع، استاذ محمد، استاذ رضا عمير، يعني كتير مجلس اداره. ورئيس المدينه طالما راجل فاهم وشغال انا بغمض عيني واشتغل في المدينه. خلص الكلام على كلام. طب انا النهارده سجلنا معاك اكتر من مره وعقبات كثيره جدا حدثت معاك، وكان تحديدا محافظه المنوفيه اكتر محافظه حضرتك عانيت منها في المشروع الخاص بالنظافه، محافظه المنوفيه. هل في محافظات اخرى كانت لها نفس العقبات اللي قابلتك في المنوفيه؟ هو في محافظه زبندوح يمكن انت شفت الطلب كان متقدم للسيد المحافظ ان احنا ندفع له 1,000,000 جنيه سنويا. شفت حضرتك الطلب موجود معايا يعني. والسيد المحافظ اشر عليه. تمام. 1,000,000 جنيه سنويا. زائد هنجمل برضه المدن وهنشجر اللي هعمله في مشروع الشرقيه النهارده كنت هعمله في المحافظه دي. تمام. المحافظ رحب بالمشروع. ماشي؟ تمام؟ وحول الورق لمسؤول اخر. الورق اتحول طبعا اتضح المشروع ده كان بيندفع له فلوس من السكات كده. مش عايزين نتكلم. لا هنتكلم. ولازم نتكلم ولازم اقابل السيد المحافظ. والله العظيم لو اخر يوم في عمري هقابل السيد المحافظ واحكي له القصه دي بالظبط. لا هو انا الورق اللي انا قريته او الورق اللي انا صورته
بقول ان حضرتك عرضت على المحافظه حصل مبلغ 1,000,000 جنيه سنويا. لا 1,000,000 جنيه تجميل، يا 2 مليون جنيه في السنه. خلاف التجميل مليون ومليون تجميل يبقى 2 مليون. 2 مليون يا اما ياخدوا 2 مليون. الموضوع وقع علشان ايه؟ الارقام اللي وقع عليها قد ايه؟ ده ملاليم. يعني متاخد ملاليم دلوقتي. يعني والله ملاليم مش ما اعرفش. يعني الموظف المسؤول في المحافظه عشان 5000 جنيه كان بياخد قد ايه؟ مش هقول بقى اصل لا مش هياخد قدام عمره عشان ما لا اتفضل. مش هنقول لان لما يكون عندي دلوقتي انت بتقول المحافظ، انا بتكلم على الواقع عشان ما نخشش. راجل محترم جدا وراجل شغال وراجل قائم بالمنظومه على ما يرام. اما يجي موظف عندي صغير عشان 5000 جنيه ولا 10,000 جنيه يوقع لي 2 مليون هيدخلهم المحافظه. وقعهم على المحافظه. محافظه عليا محافظه مش هنقول دلوقتي، لما اروح اخش المحافظ برضه الاول واخلص معاها. مش هنقول عليها يعني. مش هقول دلوقتي عشان مش عايزين ايه نعمل عليها لحد. استاذ انا ما اقدرش النهارده اي مكان بيقول لك انا بستثمر شيء. نعم. النهارده حضرتك قبل ما بتخطي الخطوه ديت عارف انت بتدفع جنيه، عارف ان الجنيه ده هيجيب جنب منه جنيه. نعم. معمول دراسه جدوى للجمعيه طبعا. يعني عايز اقول الجمعيه مش راحت جابت المنظومه او الحاج عبد المرضي او الشروق عشان احنا بنتباهى ان عندنا جمعيه كذا، لا. الموضوع محسوب ليه دراسه جدوى ان الراجل ده جاي انا عارف ان هستفاد منه ازاي. طبعا. استفادتك ايه يا حاج عبد المرضي؟ استفادتي ان انا النهارده اما شغال لي 30 40 عامل المشروع ويجي اخر الشهر يلاقوا مرتباتهم دي عند ربنا كنز. ده كنز بالنسبه لي عند ربنا. ده اللي هيبقى لي اخرتي. احنا مش عايزين مكسب الحمد لله. مش هقول لك برضه عندي عماره بندور. والله عندي شقه وابني شقه. نعم. هو بيت زي واحد. نعم. البنك زيرو. نعم. ما بقى علينا لسه فلوس. سجلنا قبل كده ان الرصيد في البنك صفر. الحمد لله. النهارده الزميله وهي بتسجل مع الساده العمال اللي طبعا دايما بتقول انا برفع لهم القبعه بعمل لهم تعظيم سلام. ده حقيقي. احد الساده العمال قال لك انا كنت شغال معاه ومجرد عرفت ان الراجل ده جاي هنا جيت له جري بنفس الاسلوب ده. تقول هذا الرجل الجميل البسيط ده اللي بيحبك بجد وجاي النهارده بقول لك انا لقيته جاي جيت جري، تقول له ايه؟ حصل. انا اول ما جيت برضه شفت العمال هنا تقول لي الراجل ده ايه؟ انا اللي سالت عليه. سالت عليه. جبته. يعني القلوب عند بعضها. الراجل ده كان معاه ولاده موجودين دلوقتي رجاله وخلفوا الحمد لله. انا جاي هنا واولاده كانوا اطفال كده صغيرين. تمام. ودي شهاده قدام ربنا. وفضل معايا مستمر اقسم بالله. كان يفرح قوي لما يقول لي يا عم تعالى. كنت اروح بيتهم اقعد في وسط الولاد وهو الراجل الكبير ده واقعد اكل معاهم في الطبق. تمام. يوم بصت قوي حاجه بتبقى فرحانه وانا راح تمام. احط ايدي في الطبق معاه. الراجل ده تعب في حياته بصراحه ربنا. حياته كلها شقه. تمام. قبل ما اجي هنا كان شقيان برضه. تمام. واما جيت اشتغلت في المشروع هو واولاده الست بتاعته اقسم بالله. تمام. الست بتاعته ربنا يديها الصحه ويشفيها ويخليها له. تمام. كانت تحت مقطوره النظافه بتقعد تكنس بايدها كده. بقيت انا اشوف حاجه يعني سبحان الله. تمام. ربنا يبارك لها ويديها الصحه ويشفيها. وانا بشكر عم مرسي ان هو بيتكلم في حقي كده لان الراجل ده فعلا استمر معايا من اول ما جيت حتى نهايه المشروع. تمام. فانا بديله التحيه وانا تحت امره ومديره لا مش عمال عندي. تمام. لاولادنا واخواتنا. طب لو جينا نبلغ رساله لاولادك واخواتك اللي انت بتحبهم ودايما بتتكلم عنهم بكل جمال اللغه تقول لهم ايه؟ بقول لهم انا ما بقعدش في مكاتب وانا زيكم. وفي وقت من الاوقات كنت ساعات عشان اشجعهم اشيل كيس معاهم احطها موتوره اعمل كده بشجعهم بحسسهم ان انا في وسطكم زيكم. تمام. ما بقعدش في المكتب واحط رجلي على رجلي واعمل انا على رجليهم. لا. تمام. اكتريه الاوقات كان كل اسبوع لازم نعمل غدا في المكتب عندي كله يقعد وناكل في وسط بعض. تمام. ليه؟ حتى لو واحد زعلان من زميله ولا حاجه بعرف. تمام. بروح جايبهم ورا بعضهم. ده فلان بيحبك يقف ما يسمعش كلام حد. يعني بقربهم بعضهم دايما. كنت مخليهم اسره واحده. تمام. والحمد لله رب العالمين. اسره واحده. اسره واحده. انتاج موحد. نعم.
ده فضل من عند ربنا ان حب ربنا يشمل بيوفقنا نعمل الجميع، الكلام ده. منظومه بتكتمل. استاذ محمد، رساله اخيره تبلغها، عايز اقول شريك معاكم دلوقتي في الجمعيه، تقول له ايه؟ والله نقول له ربنا رساله ووصيه. ربنا يوفقه ويعينه، وهي مسؤوليه كبيره، ولكن بيفتح بيوت ناس غلابه كتير قوي في البلد، ربنا يعينه عليها ويوفقه وينول المشروع ان شاء الله. انت اسعدتنا. الله يخليك يا باشا. اسعدتنا يا حاج عمردين. الله يكرمك. الله يكرمك. ده كان لقاء من كفر ابراش محافظه الشرقيه، مشروع خاص بالشروق للنظافه برعايه الحاج عبد المرضي ناصف في ضيافه جمعيه تنميه المجتمع، بفضل هؤلاء المخلصين من الساده اعضاء الجمعيه وحبهم الشديد لهذه البلده العريقه. شرفتونا وكان يوم جميل جدا وسعداء بلقائكم. والله شرفنا بيك. اسعدتنا ان شاء الله ونورت كفر ابراش ونورت الشرقيه كلها. ربنا يبارك فيك. نورتنا والله. اسعدتونا. شكرا يا فندم. شكرا شكرا جزيلا.